رايح انت بس تجيب لي زيزو وميزو وبالرمضان، وتتكلم مع مصطفى محمد، وتتكلم مع مش عارف مين، وتجيب لي محمد علي بالرمضان في خط الوسط وتريزيجيه، والدنيا ماشية عناب. وتروح جايب لي مهاجم محمد شريف. محمد شريف اللي انتهى سنة 2021، يعني هو لعب موسم كويس مع موسيماني. محمد شريف اللي اصلا بيلعب جناح شمال اساسا، ده مركزه. هو مش مهاجم، يعني هو الراجل مش مهاجم، فانت ما ينفعش تطلب منه مهام المهاجم. رحت جبت محمد شريف بدل مين؟ بدل وسام ابو علي. يعني وسام ابو علي، بعد كده تجيب محمد شريف، وتروح جايب لي مين؟ اسلام عيسى. او مش والله يعني انا مش فاكر الاسامي. اسلام عيسى ومحمد شكري باك شمال، وتخلي لي اشرف داري، وتخلي لي محمد هاني، وتخلي لي محمد الشناوي، وتخلي طاهر محمد طاهر، وقفشه اللي انتهى من يوم القاضي. يعني هو جاب القضيه وانتهى خلاص. لعب بعدها بس ماتشين حلوين قدام بيراميدز، اللي هو يبين لهم انا جامد واهلاوي والاهلي يعني كان عنده حق لما مشى عبد الله السعيد وجابني. انتهى، هو عاش على القضيه من يوميها. اللعيب بقى، الراجل بقى فئه اولى وخلاص، جاب الفيلا بتاعت الساحل وجاب الفيلا بتاعت الجونه، وبيروح يلبس من عند اسلام سعد. خلاص الراجل مش محتاج. واروح بقى بعد ما عملت التشكيله الظريفه دي، اروح جاي رشش ايه؟ بيبي بقى فوق التورتايه. مش ملح زياده على الاكل، ولا الاكل ناقص ملح ولا سكر زياده، لا، انا اروح جايب بيبي ورميه. جايب مدرب لا يفقه شيء عن كره القدم. يعني هو وقفشه دايما بيقعدوا ايه؟ يتناقشوا ويتخانقوا مع بعض. قفشه شايف ان الكره مستطيله وهو شايفها ان هي مربعه، ما يعرفش اي حاجه عن الكوره. راجل كل انجازاته في الحياه ان هو غلب الاهلي في القاهره. طب خد الدوري الجنوب افريقي؟ لا. طب خد دوري ابطال افريقيا؟ لا. طب خد كونفدراليه؟ لا. طب درب فرق كبيره في اوروبا؟ لا. طب درب فرق مثلا منتصف الجدول في اوروبا؟ لا. هو بس بيعرفش يعمل غير البيلد اب، اللي هو الكره من تحت. يا جماعه احنا بنلعب الكره من ورا بس. امبارح الاهلي مفيش شكل هجومي ولا دفاعي ولا خط وسط ولا في اي حاجه، ولا في اي حاجه. تريزيجيه شاط كوره، يعني احنا رحنا جبناه دفعنا فيه دم قلبنا 5 مليون دولار ولا 4 مليون دولار كوره عشان اخد منه كوره. ما ينفعش احط تشكيل يبقى تشكيل منطقي كده وعقلاني. ديانج زي ما قلت في الفيديو اللي بعد الماتش على طول، واحد لما لعبته معاك كاس عالم عرفك ان انت ما كانش عندك خط وسط اصلا. يعني انت ما كانش عندك خط وسط، وزفت الطين كولر كان مقعده مش مقتنع بيه ومشاه. الولا رجع، لما رجع لعب ماتش في كاس العالم للانديه، عرفك يعني ايه خط وسط، وخلاك تحس ان انت بقالك سنه ونص بتلعب من غير خط وسط. فلا، ازاي ديانج متالق ما نحطوش في التشكيل؟ آه، بيكهام كويس، لا ازاي نحطه في التشكيل؟ لا ده بيطلع بره القايمه اصلا. مصطفى العش، لا مش بتاعنا مش هنلعبه. طب بقى بتاعنا، لا مش هنلعبه برضه. يعني انت عايز تقنعني ان اسلام عيسى ولا اللي كان بيلعب امبارح ده؟ يعني انا كنت حاسس ان هو دي مش اسامي لعيبه الاهلي. احسن من ديانج، ولا احسن من بيكهام، ولا احسن من مصطفى العش؟ ما تقنعنيش يا عم. فبتعمل تشكيله عك العك عشان تنزل تتعادل مع مودرن فيوتشر. مودرن فيوتشر اللي ما جاش. اداره والله 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 تتحاسب على اهدار المال العام. ده اهدار مال عام. يعني انا لما يبقى عندي لعيب زي قفشه المفروض ان هو صانع العاب، ده اهدار مال عام. لما يبقى عندي لعيب زي طاهر محمد طاهر، ده اهدار مال عام. لما يبقى عندي لعيب زي الشناوي، ده اهدار مال عام. محمد هاني، ده اهدار مال عام. لما يبقى عندي ديانج ومقعده بره، ده اهدار مال عام. بس هو احنا ماشيين ازاي في الكوره حاليا، او الاهلي ماشي ازاي؟
ده قريب عضو مجلس اداره لعبه، ده نسيب عضو مجلس اداره هاته، ده ابن النادي وحبيب محمد صلاح، يلا ماشي اديله كابتن الفرقه. لكن اداء ولعب مفيش. ماتش كامل امبارح انا لا شفت كرة عدله، لا شفت هجمه، ما شفتش ما شفتش الاهلي اصلا ما جاش. قطاع ناشئين مبني كله على المعارف والواسطه. قطاع ناشئين الاهلي ما بيطلعش لعيب، ولما بيطلع لعيب مثلا كويس زي محمد عبد الله ما بيلعبوش. عشان مين؟ عشان لعيبه كسر، عشان لعيبه لا تفقه شيء في كره القدم، عشان لعيبه اهم حاجه عندها الخروجه بتاعت الساحل والافراح والمناسبات والايفنتات وحفلات عمرو دياب وكده يعني، عشان يبقوا كول ومواكبين الترند ويبقوا ان قوي. يعني عارف احنا ان قوي، احنا من ايجيبت مش من مصر. ولكن ان انت تشوف لعيب بيحرق دمه ولا بيستنفذ طاقته ولا بيحاول يعمل حاجه، مفيش. يعني بقالي سنه كامله ولا سنتين عمال بقول لعيبه مفتقده المهارات الاساسيه لكره القدم، اللي مش مالهاش علاقه بالموهبه، دي ليها علاقه بس بالتمرين والتدريب. اللي هو يبص ازاي، يستلم ازاي، يستلم على الخط ازاي، يستلم في منطقه الجزاء ازاي، ازاي يستلم وهو بظهره، ازاي يشوف اللعيبه اللي جنبه، ازاي يلعب اوت، ازاي يلعب كورنر، ازاي يشوط ضربه جزاء. طبعا هو ما كانش فيه ضربات جزاء الماتش اللي فات او الماتش بتاع امبارح، بس عموما في اخر 4 سنين الاهلي مضيع 3 او 4 بطولات بضربات الجزاء، اخرهم ماتش باتشوكا ضيع بضربات الجزاء، السوبر الافريقي ضيع بضربات الجزاء. اللي هو والله 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 العيال الصغيره في الشارع هتشوط ضربات الجزاء احسن من كده، معدل الاهدار عندهم مش هيبقى كده. على قد ما انا معترض وعلى قد ما انا متضايق من اداء اللاعبين، بس الكارثه السوداء بالنسبه لي هي المدرب. مدرب والله ما يعرف حاجه عن الكوره. انا قلت كده ايام كاس العالم والناس زعلت مني وقالت لا اديله فرصته، وسمعنا وشفنا وقلنا والهجمات والتيكي تاكا والميكي ماكا والكلام ده، بس كل ده بلح، مفيش. وهو بان اهو، فرقه انت غالبها 5 لسه من 3 شهور مع عماد النحاس ولا 4 تتعادل معاك بكل بساطه وبكل اريحيه. قولوا لي يمكن انا غلطان، يعني يمكن انا غلطان ويمكن انا مأفور. الاهلي عمل كام هجمه امبارح؟ يعني الاهلي عمل كام هجمه امبارح؟ الاهلي شاط كام كوره خطيره؟ الاهلي استفاد من كام عرضيه؟ محمد هاني رفع كام كوره؟ اظن دي حاجه عاديه خالص، لو انت بصيله يرفع. محمد شكري رفع كام كوره؟ اللي هو برضه حاجه عاديه خالص، باصي ارفع. شط كام شوطه على الجون؟ يعني مش هنقوله بين الثلاث خشبات والجون صدها. رجعنا للعقم القروي بتاع حسام البدري والاستحواذ السلبي. ده انا معايا الكوره بعمل بيها ايه؟ ما بعملش بيها حاجه. هو اي هجمه مرتده عليك بجون. يعني هم بتوع مودرن راحوا عليك في كورتين، الكورتين جم الجوان. فحاجه قمه في العبث وقمه في المسخره وقمه في القرف، وبدايه موسم الحزن. يعني ده موسم الحزن اللي احنا هنشوفه، ده موسم الحزن. واللعيبه والاداره نستاهل التحفيل. يعني المفروض ان انت عامل سكواد ياكل الاخضر واليابس، جبت له مدرب لا يفقه شيء، وخط دفاع ما جاش مش لعيبه كوره. يعني دول لعيبه تنس طاوله، لعيبه كره يد مثلا.
لكن دول مش لعيبه كوره. وحتى الخط الهجوم وخط الوسط اللي هو كويس، لا عارف توظفه ولا عارف تستفيد بيه ولا عارفين يلعبوا. بدايه قمه في الاحباط وقمه في القرف، بدايه تخض، بدايه كارثيه، بدايه تنهي عمر مجلس الاداره، بدايه تنهي عمر الاداره الفنيه، بدايه ممكن تدخلنا في كبوه ما نعرفش هنطلع منها ازاي. فربنا يستر على اللي جاي وتعدي على خير، مع اني شايف ان مفيش خير بالشكل ده، مفيش خير، وبالمستوى ده مفيش خير، وان انا ماتش كويس وماتش وحش ده لا. وكاس العالم والله كان مؤشر، والله العظيم الثلاث ماتشات كنت تكسبهم لو في مدرب فاهم بره، وفي لعيبه عندها احساس بالمسؤوليه، وفي اداره مقدره اسم النادي الاهلي انه ما ينفعش يروح يلعب عشان يعمل تمثيل مشرف. لكن احنا في الضالين، احنا في الضالين. ربنا يستر من اللي جاي، ربنا يستر من اللي جاي، لان الواحد كان متوقع حاجه وشاف حاجه تانية خالص. وكنت بحاول اكدب نفسي من اللي انا شفته الموسم اللي فات وفي كاس العالم للانديه، بس للاسف حاصل دلوقتي على ارض الواقع. شفناه كلنا امبارح، وكل الناس اللي كانت معترضه وكانت متضايقه وزعلانه وشايفه ان انا بهاجم الفرقه وبضغط على الفرقه، اديكوا شفتوا. اشرف داري لسه قاعد ليه؟ احمد نبيل كوكا لسه قاعد ليه؟ احمد رضا مخلينه ليه؟ يعني يا جاحد تلعب احمد رضا على ديانج، يا جاحد بتلعب بقفشه ومحمد علي بن رمضان. يعني الموضوع بسيط، مروان عطيه، ديانج، محمد علي بن رمضان، عادي. يا عم احمد رضا، محمد علي بن رمضان، مروان عطيه، ولا ديانج. يا باشا زيزو، بن شرقي، وتريزيجيه في خط الوسط جنب بن رمضان ووراهم ديانج. في 100 حل وفي 100 شكل غير المنظر اللي انا شفته امبارح ده. ده غير يعني التغييرات بقى اللي بتيجي في اوقات مريبه عجيبه مش مفهومه وما لهاش اي منطق ولا اسباب. اشوفكم بعد ماتش الاهلي الجاي، ربنا يسترها من اللي جاي.